قولها لي طيب معلش. هقولها لحضرتك تاني. السرورية ده فضيلة الشيخ محمد زين العابدين سرور. ده أحد كبار العلماء السوريين وكان إخوان مسلمين. ثم ذهب إلى المملكة العربية السعودية. فشاف إنه جماعة الإخوان المسلمين جماعة فكرية ولها فكر ولكن فيها بعض القصور. وشاف إنه دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة قوية وعظيمة ومجدد، لكن تحتاج بعض الأشياء التنظيمية التي تنقصها. فهذا الرجل عمل مدرسة من أروع المدارس وأفضلها التي ظهرت في العصر الحديث. تستطيع أن تقول، هذه جملتي، استطاع أن يدمج بين حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب في عقيدتها السلفية وفكر الشيخ سيد قطب الحركي. فانشا بقى المدرسه السوريه. فعشان كده لما يقولوا واحد له اتباع يا فندم؟ طبعا اغلب طبعا المشاهير من الدعاة اللي بتحبوهم في السعوديه سروريين، بس انا مش هقول اسمائهم. ما تقولش. ماشي، لكن في واحد بيفخر، انا بفخر، والشيخ محمد عبد المقصود، مع انه هو ليس له، هو زار الشيخ التقى بيه مره، لكن لما يقال للشيخ محمد عبد المقصود انت سروري، يقول لهم الرجل الذي يجمع بين محمد بن عبد الوهاب سيد قطب، قال انا إذا كان الفكر ده فهذا هو فكرنا. هل لديك أقوال أخرى في المدرسة السلفية؟ هناك من يقول يمكن الجمع بين السلفية والإخوانية، فهذا كالجمع بين الصواب والخطأ إن لم أقل بين الهدى والضلال. المنهج السلفي ليس له بديل ولا يمكن الاستعاضة عنه بشيء آخر أو أن يدخل فيه ما عليه بعض الأحزاب الأخرى كالإخوان المسلمين. فالشيخ قلت لكم عنده أشياء عجائب أيضا مما يتعلق بالحركيين الجدد. السروريون حركة جديدة نشأت عام 1392-93 هجري تقريبا، نشأت سرية، وأعرف من بدأ مع محمد سرور من السعوديين النجديين، بدأ معه شخصيا، ويقول لي هذا الشخص وقد تاب وتركهم: أدخلت في التنظيم ناصر العمر وادخلت فلانا معي، يعد اشخاصا. الشاهد بدأت بخفاء ثم ظهرت على السطح 1400